بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. القول اللي هناخده النهاردة الحقيقة وأنا بقراه حسيت بإحساسين مختلفين. يا ترى القول ده هو قول توبيخ وبيلومني ولا قول تشجيع وبيفرحني؟ طب أنا هقول لكم القول وبعدين نتناقش فيه. القول ده بيقول إيه؟ عندما تشعر أنك ضعيف أمام المشاكل فتذكر أنك نسيت قوة الله. أكيد في جانب توبيخي، إن أنا في وقت المشكلة أو في وقت الضيق بنسى قدرة الله اللامتناهية. بنسى دانيال وهو في جب الأسود، بنسى موسى وهو قدام البحر ومفيش في إيده غير عصاية، وبفتكر وأفكر في موج البحر اللي ممكن يبلعني ويموتني. فده أكيد تقصير فيا إن أنا في وقت المشكلة أو في وقت الضعف النفسي بنسى قوة ربنا. لكن في الوقت نفسه القول ده مفرح قوي، إن أنا لو فكرت إيجابيا في قوة ربنا اللي يقدر على كل حاجة، ربنا المدبر القوي، ربنا ضابط الكل، المسيح اللي لما طلع على الصليب هزم الموت وهزم الدينونة اللي كانت مفروضة عليا. طبعا لو أنا فكرت في قوة المسيح الحقيقة أنا تتعزى نفسي قوي، وضعفي ده هيتحول لقوة، وافتكر اللي قاله المسيح لبولس الرسول لما قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. يبقى أنا يا ربي الحقيقة بايخ شوية لأن بكبر المشكلة أكبر منك أنت، فما بشوفش قوتك، بشوف قوة المشكلة أو بنحسر قوي في ضعفي. لكن لو أنا بصيت لقوتك وفعلا هلاقي في حاجات كده قوي بتتغير جوايا، هلاقي نفسي راسي بتترفع وأقول رفعت عيني إلى السماء من حيث تأتي معونتي. أرجوك يا ربنا يسوع المسيح خليني أفكر فيك وفي قوتك مش المشكلة ومتاعبها. ساعتها بس هعرف أفرح واتكل عليك، وحياتي هتختلف كتير قوي. أقول لكم إيه؟ صباح الخير.